عملت مجموعه فيديوهات كنت بتكلم فيها عن الحاجات اللي ما ينفعش ان هي تحصل في العلاقه بين المريض والمعالج، وقلت ان اقوى حاجه منهم ان ما ينفعش ان المريض والمعالج يتعاملوا مع بعض كانهم اصحاب او اخوات. سالت كتير جدا وايه المشكله لو حصل يعني ان هم بقوا زي الاصحاب او زي الاخوات. بقول لكم ان مشاكلها على العيان اكبر بكتير جدا من مشاكلها علينا احنا كاخصائيين نفسيين. معنى ان انت كعيان هتلاقي نفسك بقيت متعلق تعلق شديد جدا بالمعالج بتاعك، تلاقي نفسك بتتعامل معاه زي اخوك او صاحبك، فهيبقى عندك توقعات عاليه جدا من الحاجات اللي هيقدمها لك. اتكلمت في فيديو برضو قبل كده وقلت لو انت رايح لصاحبك او اخوك هل هتدفع له فلوس؟ اكيد لا، مش هندفع لاصحابنا واخواتنا فلوس عشان نقعد نتكلم معاهم. العلاج النفسي يا جماعه خدمه لازم يكون ليها مهنيه في التقديم، لازم الشخص اللي هيقدمها يكون حد متدرب عليها. ما ينفعش ان انا اتعلق بالمعالج بتاعي تعلق شديد جدا كانه زي اخويا او زي صاحبي واجي اقول هو انا ما بتحسنش ليه؟ ما انت طبيعي مش هتتحسن ازاي؟ انت كل اهتمامك بالمعالج بتاعك ان انت مهتم بالمعالج، مهتم باللي بيقوله، مش مهتم بنفسك، مش مهتم ان انت ازاي تتغير، مش مهتم ان انت ازاي العلاج ده هيغير منك. انتوا يا جماعه بتاخدوا خدمه بتدفعوا عليها فلوس، وبعد كده من المفترض ان انتوا الغرض طويل المدى من العلاج النفسي ان انتوا تعتمدوا على نفسكم، مش ان انتوا توصلوا لمرحله ان انا ابقى مصاحب المعالج بقى او مصاحبها ومرافقه ولا مرافقها. ده يا جماعه كلام مش مهني ومش صح بالمره.